يا أبو كريم، يا أبو كريم، أنت نسيان إنه ابننا عمره فوق ال30 سنة ودكتور طبيب أسنان، اضرب واطرح، ومو طفل صغير. بس تصرفاته تصرفات أطفال صغار. أنت بتعرفي قديش كان عمري لما توفى أبي؟ كان عمري 14 سنة. ما ترك لنا إلا راتب تقاعدي ما بكفينا حق خبز. اضطريت أنا وأخي نشتغل لحتى ناكل ونطعمي أمي وإخواتي ونوفر مصاريف الدراسة. بالله عليك تجاوبيني، هذا الجيل تعب مثلنا ولا فاق على العز والنغنغة ولقى كل شيء متوفر قدامه؟ والله يا عمري كل يلي ذكرته صحيح، بس هذا ما بيبرر إنك تقسى على ابنك بهالشكل. طيب يا أستاذة اللغة العربية سابقا وأستاذتنا حاليا ولاحقا، قولي لي ماذا أفعل؟ ماذا أعمل؟ لا تعمل شيئا أبدا، اترك كل شيء علي وأنا بتصرف. المهم أنت تهدى، اهدى الله يخليك، وأنا بتصرف بعجبك. يعني بدك تقنعني انه هلا بس اكتشفت انه غيرة وفاء رح تسبب لك مشاكل بعد الزواج؟ شوف اخي كريم، انا ماني ولد صغير لحتى تضحك علي. ايوه، بعدين على فكرة هذا الكلام ما حدا مقتنع فيه، لا انا ولا ابوك ولا امك ولا سلافة. بعرف سعد، مو مهم. المهم انا مقتنع، انا مقتنع بتأجيل الزواج وخلصنا. بعدين انا راح اتزوج مو انتو. ماشي، ودخلك لإمتى هذا التأجيل رح يكون؟ ما بعرف، يعني لحتى اقدر اثق انه وفاء تخلصت من غيرتها ونضجت اكثر. القصة ما فاتت بعقلي، صارحني أخي، في سبب تاني جوهري مخبي علينا وما بنعرفه. مثل شو؟ ما بعرف، أنا عم بسألك. اخي ما في غير هالسبب المعلن. ممكن تسكر لي بقى محضر الضبط تبعك خلينا نعرف ننام؟ تصبح على خير. طيب خير. انتظري اخواتي. ايه طولوا. وينه سعد وكريم؟ صباح الخير. صباح الخيرات. وينه أخوك؟ قال ما بده ياكل. قوم نادي له، قوم. حاولت معه قال مو جاي على باله ياكل، صبي لي شاي. يلا ستي خلينا ناكل القمة ونلحق نروح على شغلنا. يلا تفضل يا حلو. صباح الخير. صباح الورد. شو؟ قال عامل اضراب عن الطعام. انا؟ لا ابدا، بس مش جاي بالي اكل. بدك تروح بدون ما تفطر؟ لا خلص بفطر العياده يا امي. لا تخليني ازعل منك. بدك تفطر معنا وكمان بدك تصالح ابوك. يلا قدامي يلا. صالح ابو كريم، يعني انت متصوره اني انا ممكن ازعل لك حبيبك لاي سبب من الاسباب؟ بعرف انك ما بتعملها، بس ابوك زعلان ولازم تراضيه. حاضر يا ستي، حاضر يا استاذه. وكمان في موضوع تاني بدي احكي معك، بس معلش باجله للمساء، بتكون رجعت من العياده وارتحت هيك وبتسمع شو بدي اقول. شوفي يا ستي، اذا كان مشان مرض سعد اطمني. الدكتور قال لي انه معه التهاب رئوي، بس التهاب رئوي بسيط جدا وعلاجه ابسط، بس بده ياخذ شويه وقت وبده صبر. ما بعرف يا أمل، قلبي حاسسني إنه مرض أخوك أكبر من هيك بكتير. وضعه الصحي ماله طبيعي. يعني أنا عندي إحساس هيك إنه مرضه مو مجرد التهاب رئوي. بس على كل حال مو هذا الموضوع اللي بدي إياك مشانه. خير امي. خلاص قلت لك بنحكي المساء. يلا هلا أوان تعال. صباح الخير. صباح النور. نحن اسفين يا استاذ ابو كريم. واي بوسه من راسك، تقبل اعتذارنا؟ وكما قال شاعرنا الكبير المتنبي: حلو. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر أهل الكرام المكارم،
وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. الله الله، قليلا بالله الخنساء، تعطينا شوي سكر. هي للخنساء هي يا دكتور. لا. هذا شعر للخنساء. بس هي باعتبار عم الخنساء. قل له ابو كريم، قل له. هذا للمتنبي. الو، مرحبا عمو، كيف الصحة؟ سمر موجودة؟ ماشي، المساء أنا ممكن أمر عندكم. طالعين؟ أي طيب ماشي، بشوفها بعدين. مع السلامة. ماما ليش هيك عملتي؟ هذا اللي لازم يصير، لازم يفهم انه ما بدنا اياه. ما بدنا اياه. لك انا مفكره اني وافق يرتبط فيكي بعد ما خبرتيني انه مريض بهداك المرض. ماما لا تعلي صوتك، انا عم بتصرف لمصلحتك. مصلحتي انه ضل مع سعد، وقف معه لحتى يجتاز المحنه والمرض. سعد انتهى وما في اي امل يشفى. سعد ما انتهى ورح يعيش. بالافلام وبالمسلسلات، بس بالواقع رح يموت. الواقع مو فيلم سينما يا سمر. يعني بدك ياني اتخلى عن سعد؟ بدك ياني اتخلى عن خطيبي لانه مريض؟ لانه رح يقضي على مستقبلك اذا تزوجتيه. قديش رح تعيشوا مع بعض؟ سنه؟ سنتين؟ وبعدها رح يموت ويتركك ارمله. هو شو ذنبه؟ شو ذنبه لحتى نعاقبه؟ فوق مرضه بدك ياني اتخلى عنه كمان؟ ما كفى انه مريض؟ يا ماما هذا ظلم، ظلم. ونحن شو ذنبنا؟ شو ذنبك تصيري ارمله وانتي بعز شبابك؟ كيف بدك تواجهي الحياه؟ انا ما بيهمني، انا ما عم فكر الا بشي واحد بس، هو اني وقف معه. طبعا لازم تفكري. نحن ما بدنا نجوزك مشان تعملي لنا مشكله بعد الزواج. نحن بدنا اياكي تتزوجي لتكوني اسره وبيت، مو ترجعي لنا بعد فتره ارمله وحملتي لي ولد او ولدين. شو؟ باين قيس ابن الملوح رجع لمضارب ليلى. قيس مين؟ لك فهد رفيقه لنضال. يه، نسيت الاثنين. بس شو يا؟ شايف انتي مو نسيانتي؟ حبيبتي لا تحللي وتستنجي على كيفك، تذكرته لما شفته. بس عامل حاله مو شايفنا. وانتي كمان اعملي حالك مو شايفتي. وليش زعلتي؟ لأنه تجاهلك؟ منى خليكي معدله. ها معدلة؟ سلامات أبو عنتر. يلا بالإذن. معك خاطركم شباب. شو يا حلو؟ جاي تلقي النظرة الأخيرة على ديار ليلى الأخيلية؟ باين انت واقفة هنيك عم تستناك لتروح تخبرها ليش حضرتك ما ورجيتها الوش الحلو من زمان. نضال، أنا مالي جاي لهون لشوف سلافة أو غيرها. أها، لكن لشو جاي؟ جاي مشان موضوع تاني. أبوك بعت لك مصاري. بحياة شرفك؟ قد ايه؟ قديش تدفع لي؟ لك أخص، بس أخص على هالزمن. هذا فوق ما قلت له لأبوي إنه يبعث رسائل عن طريقك؟ نعم. لك أنا اللي ترجيت أبي إذا بده يبعث لي رسالة
يمر على ابوك يشوف شو بده منك، لانه حضرة ابوك اخي هي فهمناها، ما بيعرف يقرا ولا يكتب، وابوك خزيت العين عنه مع الابتدائي. خلصنا هلا خلينا نروح نقبض الحوالي. لا خلص اليوم ما عاد نلحق، اجلها لبكره. ولك ما دامك بتعرف انه ما رح نلحق اليوم، لشو اجيت لهون؟ اكيد في شيء بمخك. خبرني شو في. هلا لا تجدب، روح خلينا نمشي. يلا شرف. شرف. يلا عن اذنكم. سلافة، شو؟ ليش تضايقتي؟ أنا؟ لكن أنا؟ إيه خلص بس عرفت، لأنه فهد تجاهلك وما ألقى عليكي ولا نظرة، ولا حتى نظرة وداع وقت اللي راح. لا، أنتِ غلطانة. أنتِ انزعجتي لأنه تعودتي عليه يلاحقك بنظراته ويرضي غرورك، وهلأ تجاهلك، أنتِ تضايقتي. نحن جنس الناعم نفهم على بعض منيح يا سلافة. يلا خلينا نمشي قبل ما نعلق مع بعض بيكون أحسن. لوين؟ نروح لعند أمل، شو نسيتي؟ يلا. أبو فاخر كان بده 3-4 أولاد، مو بس ولد واحد، يعني مشان يساعدوه بالمحل ويكمشوا الشغل من بعده، يعني بعد عمر طويل إن شاء الله. بس الله سبحانه وتعالى ما رزقنا إلا ولد واحد. الله يخلي لك إياه. ويسعدني بشوفة أولاده يا حق قبل ما أموت. وبكره امل رح تجيب له 10 اولاد، مو بس ولد واحد. مو باين تقبريني، نحن ما بدنا 10 أولاد، بكفي ولد واحد. ولد واحد. امل عم تتعالج، وبكره الطبيبه باذن الله رح تشفيها ورح تجيب اكثر من ولد. منى قصدها يعني إنه إذا قصدي انه اذا امل تعالجت فباذن الله رح تشفى. في كثير ناس تعالجوا من العقم وجاهم اولاد. انتي قلتي عم تتعالج يا بنتي، انا ادني سليمين والحمد لله. عن اذنكم. انا اسفه. آسفة. بعد شو؟ بعد ما حطيتي أمل موقف صعب مع جوزها وبيت حماها؟ هي استفزتنا وانا نسيت. خلص ما صار شي. بعدين يعني حتى لو قالت له لفاخر أنا ما رح أنكر. إيه رحت عند الطبيبة وتعالجت وبعدين ما صار، طلعت العلة مني. أكيد جوزك رح يتفهم الوضع، مو؟ ستي كل الأحوال مرت عمي بدها تستفاد من المعلومة يلي عرفتها وتحط ابنها تحت الأمر الواقع. كيف؟ واضحة، بدها تجوزه. إيه لا تخافي، محاولاتك كلها رح تفشل طالما جوزك بيحبك وعنده إياك بالدنيا. يا سلافة، والله ماني عرفانة بيحبني أو ما بيحبني. كتير تغير فاخر. تغير؟ هيك فجأة؟ لا طبعا مو فجأة، بس أنا قلبي حاسسني إنه في حدا عم بيعلمه ضدي. حبيبتي ما في غير حماتك. لك لا يا مخلوقة حرام، حماتي إنسانة بسيطة واللي بقلبها على راس لسانها، بس في حدا عم يشتغل ضدي من تحت لتحت. ومين هاد؟ ما بعرف، أو بالأحرى أنا شاكة بس لسه ما تأكدت. أكيد رح أقلك لما بعرف، رح أقلكن مين يلي عم يشتغل ضدي عم بيحاول يخرب بيتي. طيب شو رأيك اليوم؟ نسهر سهرة بيتوتية. بيتوتية؟ وين؟ عندي بالبيت. عندك بالبيت؟ ايه، أنا صاير حس إنك عم تتضايق من جو البيت عندكم. عم بتضايق وبس يا وحيد، أنا رح طق. الله يكون بعونك. يا اهلين وسهلين، تفضل. اهلا وسهلا فاخر افندي. الله يسامحك، ما قلت لك ما تقول فاخر افندي، خليها هيك فاخر حاف. خلص هلا على العشاء بقول لك فاخر حاف ولا يهمك. عفوا انا اسفه. منى
فاخر افندي، اختي منى. اهلا وسهلا، بقصد مرحبا، يعني انا ضيف عنكم، انتم لازم تقولوا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلين وسهلين، بس ما تقولي لي فاخر افندي. بتحب نقعد بأوضة ضيوف ولا بنقعد هون برا الديار؟ وانا شايف الجو هون يعني احلى بكثير، يعني من زمان ما قعدت إيه بالديار وبحرة اذا الجو هون رح نقعد هون، بس ما نأسر حدا من اهل البيت يعني. ما حدا رح ينقسر. اهلا وسهلا فيك. يا اهلين وسهلين. أشرقت الأنوار. أهلين وسهلين. يا أهلين. بيتكم حلو كثير. نور البيت بوجودك فاخر أفندي. هلا بشغل لك البحرة وتشوف هلا تسمع خدق المي فيها. عن إذنك لحظة. أهلين وسهلين. ألا قاتل الله الهوى كيف أخلق، فلم تلقه إلا مشوبا ممزقا، وما من حبيب يستزيد حبيبه، يعاتبه في الود إلا تفرقا. وما من حبيب يستزيد حبيبه، يعاتبه في الود إلا تفرقا. حلو. لقد سن هذا الحب من كان قبلنا، وقاد الصبا المرء الكريم فأعنق. حلو. شو معنى أعنق؟ عيب يا أستاذ، يا أستاذ. لك أنا أستاذ موسيقى مو أستاذ عربي. أعنق يعني سار سيرا منبسطا، ومعنى الأبيات أن العتاب في الحب يقتل الحب. حلو. ألو، أهلين سمر. الحمد لله، أنتي كيفك؟ شو أخبارك؟ سعد؟ إيه موجود بس مو فاضي يحكي معك. عم بمزح، استني شوي دقيقة بس. سعد حبيبة القلب، حلو. أهلين سمر. إمتى؟ هلا؟ بس أمك قالت لي إنه رايحين مشوار لبيت عمك. إيه غيرت الموعد. ماشي، بعد ربع ساعة بكون عندكم. مع السلامة. شو خير يا طيب؟ شغلة بتحير. الصبح قالت لي أمها لسمر إنه رايحين مشوار وطالعين من البيت، وهلا سمر عم تحكي شيء تاني وقالت يروح لعندهم. بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا، شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، يكاد حين تناجيكم ضمائرنا، يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. بدك تتحمل حبيبي. تفضل استاذ حاتم. يسلموا انسه منى. اهلا وسهلا فاخر افندي. اهلين. يسلموا هالايدين يا اختي يا منى. وين امي؟ بدها تسلم على فاخر افندي. يا امي. ايه معلش خليها على راحتها. شو على راحتها امي؟ يلا جاي. والدتي. يا بيت اهلين وسهلين. فاخر افندي. اهلين وسهلين. اهلين، كيفك خالد؟ شلونك؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله مبسوطه. وحيد كثير حكى لي عنك يعني، وانا بصراحه من زمان حابب اتعرف عليكم. الله يخليك. يعني بيتكم حلو كثير وكلكم حلوين. كيف الدراسه انسه منى؟ شو بكم تكون تقعدوا تحكوا مع فاخر افندي على الواقف؟ عندي امي تفضلي ارتاحي. شرفي خالد، تفضلي. شرفتك يا بيت اهلا اهلا وسهلا. منى. عدي مش وقت عدي. يا اهلين وسهلين. فاخر افندي كان عم يسالك كيف الدراسه؟ الحمد لله منيحة. رفيقتك امل تركت الدراسه من السنه الثانيه على اساس تتفرغ للبيت. أمل كانت أشطر وحدة فينا، لو كانت كملت دراستها كانت هلأ على وش تخرج. يا سيدي هيك احسن. الله وكيلك طول النهار ما بنسمع من اختي منى غير ابيات الشعر، تقول بيتنا مركز ثقافي. الشعر متعه للعقل وللنفس. وما دام هيك رأيك بالشعر، ليش ما تركتها لأمل تكمل دراستها؟ مثل ما قلت لك، مشان تتفرغ لبيتها. بس لو كنت بعرف من الاول انه ما بتجيب اولاد كنت خليتها تكمل دراستها. مو منشاني، منشانها هي. عم تحس بفراغ كبير. يعني لو كانت جابت كم ولد هيك يملوا عليها البيت ما كانت حست بهذا الفراغ. والله معك حق. هلا انت شو ذنبك تعيش محروم من الخلفه والولاد؟ هيك الله راد.
عن إذنكم. شو نسيتي حالك؟ نسيتي إنه متزوج؟ ومتزوج من أعز صديقة إلك؟ إيه بس أنا ما عملت شي. أنا قعدت معه مضطرة. أخي وحيد أحرجني. نظراته إلك كيف قابلتيها؟ أنتي ابتسمتي له، رديتي على نظراته وشجعتيه. أنتي بدك تسرقيه، بدك تسرقيه من أمل، من صديقتك. تعالي لهون، لوين رايحة؟ بدي اقعد معهم. من امتى بتقعدي معهم؟ ما بكفي انك ما تسمحي لهم يتقابلوا برات البيت؟ كمان بدك تحسي عليهم انفاسهم هون؟ ابو منير، انت بتعرف انه هالجوازه من الاساس انا ما كان بدي اياها. النقاش انتهى من زمان، ورضيت بالسعد وتمت الخطوه. رضيت تحت ضغط، انت ضغطت علي. نهايته، لا شو بدك؟ بدي اقعد معهم. هي منير قاعد معهم. انا فهمان عليك يا ام منير، انت ما بدك تقعدي معهم، انت بدك تنزعي عليهم القعده. بيكون احسن. احسن؟ معناتها انت عم بتخططي لتخليه يطفش. ابو منير، لا تتدخل بهالمساله، انا بعرف مصلحه البنت اكثر منك. وليش بقى؟ انا ما بحبها وبخاف عليها مثلك. مو هي بنتي مثل ما هي بنتك؟ مبلا، بس حبك لصديقك ابو كريم عامل غشاوه على عيونك، وعم بخليك تضحي بمستقبل بنتك مشان تثبت له انك صديق مخلص. انا احسن شيء اطلع من هالبيت، لاني اذا ما طلعت راح يطير برج من راسي. اكيد رايح على القهوه لعند صاحبك ابو كريم. ايه ستي، رايح اتسلى معه، لانه القعده معه احلى من القعده بالبيت بكثير. وانا رح اقعد مع بنتك وسهرك. عنيده، بدك تخربي على بنتك، عن اذنك. اذني؟ ليش انت عامل لي حساب بالاول لتاخذ اذني؟ قال اذني قال. ام منير اعلنت الحرب. انا ما عم بهول الامور، هي الحقيقه يا ابو كريم، ولازم نتدارك الموقف. حرب وتهويل وموقف؟ شو عم تحكي انت؟ والله ماني فهمان عليك ولا كلمه. لازم تفهم يا ابو كريم، لانه اذا ما فهمت ام منير رح تقدر تفشل الزواج. خير ان شاء الله. شو عم يصير عندك؟ ام منير وحده عصبيه ومتسلطه. شو اعمل لك يعني؟ انا شو دخلني؟ انا لحد هلا واقف لها بالمرصاد، بس ما راح اقدر تابع المقاومه والصمود قدام هالهجمه الشرسه لام منير. هيك لكان. ايه سيدي هيك. انا بدي اعرف شغله وحده بس، مين الزلمه بالبيت؟ انت ولا هي؟ وليش بدك تعرف؟ لانه اذا كانت هي رجال البيت كان المفروض اني احط ايدي بايدها واقرا الفاتحه معها، مو معك. هيك لكان. هيك ونص. اسمع لكان، ام منير من اول ما كانت موافقه وبدها اي عذر لتمنع الزواج، وعم تقول انه الخطبه طولت. يا ابو منير، لو كانت الشغله بايدي ما كنت قصرت نهائيا. لكن بايد مين؟ بايد كريم. فجاه طلع براسه انه اجل زواجه. مشان هيك تعقدت المساله وماني فاهمه كيف بدها تنحل. شو القصة؟ أنا قصة أمك. ما بعرف. ماما، شو رأيك تعملي لنا فنجان القهوة من تحت إيديكي إذا سمحتي؟ لا مرت عمو، ما في داعي، أنا ماشي. بعدين القهوة مو ضرورية. معك حق، القهوة مضرة للصحة ويمكن تخليك تقلق وما تقدر تنام. على شو؟ ما أنا قلقان خلقان. يلا بالإذن. الله معك، خلينا نشوفك. إن شاء الله. سعد لوين من هلا؟ خليك شوي، أنا رايحة أساعدك. لا أنا بدي أمشي، لازم نام مشان في بكير. يلا تصبحوا على خير. اتركيه على راحته وأنت من أهله.
مستحيل مستحيل. أنا لا يمكن أترك سعد لو شو ما صار. سلامتك يا سعد، سلامتك يا حبيبي. اطمن، أنا معك، مستحيل أتخلى عنك، مستحيل. مساء الخير يا زلمة كريم. مساء الخير يا دكتور. ايه ماما، شو الموضوع اللي كنت بدك تحكيني فيه المساء؟ هي صار المساء. حبيبي، انت جاي من العيادة تعبان ومغسل وارتاح شوي وبعدين بنحكي. ماما أنا بعرف عن شو بدك تحكي معي، لذلك خلينا نحكي هلا قبل ما يرجع بابا من القهوة وساعد من برا. أنت بدك تعرفي ليش أنا قررت أجل زواجي من وفاء، ما هيك؟ ايه صحيح، الله يرضى عليك، سهلت علي الأمور كتير، كنت أكلي هم. طيب ممكن تعرفيني من الجواب؟ لا، لازم أعرف، لازم كلنا نعرف، لأنه ما حدا مقتنع بهالشي وأول واحد أبوك. بعرف أمي بعرف، بس أنا ما فيني أقول شيء، على الأقل يعني بالوقت الحاضر. يا حبيبي يا عمري، أبوك ما رح يسكت وأنا ما بدي الأمور تتأزم بينك وبينه. ماما أنا ما فيني أقول شيء، خلاص اتركوني بحالي الله يخليكم. يا ماما الله يرضى عليك، فهم علي، أبوك رح يصر إنك تتجوز وفاء بأسرع وقت ممكن، وأنت بتعرفه بحياته ما تراجع عن كلمة أنا. معلش ماما، أنا مصر على موقفي. ليش؟ يا ترى لو عرفتي شو راح يصير راح تتحملي هيك خبر؟ كريم سعد الله يخليك تركني بحالي. لك انت شو عم تحكي؟ بدك تهد كل شي بنيته من شاني؟ بدك تهدم مستقبلك وتترك وفاء من شاني؟ خلاص سعد بعدين نحكي. لا سيدي، انا ما بسمح لك، انا ما بسمح تدمر حياتك من شاني. سعد انت فهمان غلط، بعدين انت ما لك علاقه. ان شاء الله بدك ياني صدقك انك رح تترك وفاء لانها بتغار عليك. شو هالسبب العظيم هذا؟ انا سمعتك عم تحكي مع امك وعم تقول في سبب تاني بس ما بتقدر تقوله، وهذا السبب هو انا. هذا السبب هو مرض اللي عم ينهج بجسمي، هذا هو السبب. يا سيدي هذا هو السبب. ارتحت هلا؟ كيف بدك يعني افرح؟ انت لو كنت مكاني كنت بتقدر؟ مساء الخير، أنا الدكتور كريم. كيفك سمر؟ سمر لو سمحتي أنا حابب أشوفك ضروري. يا ريت بكرة، وعندي بالعيادة كمان. تمام.
أنا آسف على الإزعاج. طيب ماشي، شكرا. تصبح على خير. أنا عرفانة ليش بعتت وراي. وأنا واثق إنك بتفهمي لكل شيء. دكتور كريم، أنا ما رح أخبي عليك شيء. الحقيقة أنا عم بتعرض لضغوط قوية من أهلي بعد ما انكشف مرض سعد. بس لحتى تطمن، سعد بالنسبة إلي شيء مهم كتير، مهم لكل شيء بحياتي، مهم لعواطفي، مستقبلي وإنسانيتي، وأنا مستحيل فكر أبعد عنه تحت أقصى الظروف. أنا متوقع موقفك النبيل هاد. بترجاك دكتور كريم، مسؤوليتي تجاه سعد كخطيبة إله ما بتقل أهمية أبداً عن مسؤوليتك كأخ. معناتها لازم نتفق كيف بدنا نواجه المشكلة، أنا وأنتي. وأنا جاهزة رغم كل ظروفي السيئة ورغم محاصرة أهلي إلي. شكراً. ثقتي فيكي بمحلها. حبي لسعد أقوى من أي شيء يا دكتور كريم. أنا ما قلت لك لبقى تشوفيه؟ أنا ما كنت مع سعد. لكن وين كنتي؟ ماما بترجاكي ارحميني من هالأسئلة. شو يعني؟ اتركك تغرقي بمصيبة قدام عيوني واقعد اتفرج عليكي؟ أنا مالي غرقانة، بعدين اطمني، أنا بعرف أسبح منيح. واللي عم تعمليه شو بتسميه؟ سعد خطيبي ومكتوب كتابنا، ومن حقه علي إني وقف بجنبه. سايريه بس لا ترتبطي فيه. أنا ما بسايره، أنا بتوحد معه بمصيبته. أنت مجنونة. ماما أنا متضايقة، مشان الله اتركيني بحالي بقى. هيك لك هذا اللي طلع معك؟ اتركك بحالك؟ ماشي يا سمر، أنا رح أعرف أتصرف. آسفة، ما كان قصدي. اسمعي سمر، إذا ما رح تتخلصي وتخلصينا من هالمصيبة أنا رح أتصرف. ها؟ يلا 1 2. جئت إليكم من دنيا الألحان الحلوة. أهلا أهلا يا شاعرنا. جئت أهلا بين يديكم وعلى شفتي أحلى غنوة. هيا غني يا شاعرنا، غني غني يا شاعرنا. هل شاهدتم يوما نملة؟ هل شاهدنا يوما نملة؟ يا أصحابي هذه نملة تعطي العاقل خير مثال.
خلينا نعيد من اول وجديد، ها؟ وصوت قوي من اول وجديد، يلا. أستاذ وطي النوتة شوي. لا، بتعلي النوتة وبتغني معهم لما عم يغنوا، ها؟ يلا، جاهزين؟ 1 2. أنا صار لازم أمشي، ما بقدر طول، بدي ساعد الماما. ليش عاملين عزيمة على الغداء؟ يعني مو على الغداء، على العشاء. اها، باين انتو ضيف مهم كتير. شو عرفك؟ لأنكم تحضروا للعشاء من هلا. يا ترى مين؟ يا حذرك مين؟ أكيد ما رح أحذر. بقى وفري علي الوقت والجهد وقولي لي مين هالضيف المهم كتير. السيد فاخر. السيد فاخر مين؟ زوج أمل. صديقتنا أمل؟ ايه السيد فاخر، ليش مستغربة؟ لعلمك بقى السيد فاخر صاير الصديق العزيز لأخي وحيد. معقول؟ معقول يصير صداقة بيناتهم بهالسرعة؟ قصدك يعني إنه السيد فاخر صاحب محل وأخي مجرد صانع عنده؟ لا، وبلا حساسيتك الزايدة. قصدي إنه ما صار لهم زمان بيعرفوا بعضهم. ايه أصلاً أخي وحيد مو جاي شي من كل هالصداقة، ولولا كان السيد فاخر مات من القهر وطق. بكفي إنه عم يسمع له همومه ومشاكله كل يوم، الله وكيلك كل يوم عنا. وشو هموم السيد فاخر بقى؟ ما بيجي ولاد، شو نسيتي؟ باين العلاقات بينكم وبين السيد فاخر علاقات قوية كتير. بينه وبين أخي أنا شو دخلني؟ ما أنت عم يزوركم يومياً؟ معقول لهلأ ما شفتيه ولا شافك؟ يعني أنا بفوت بقدم لهم قهوة أو شاي وبطلع من الغرفة، هي كل القصة. شو؟ معنك ماشية؟ لا، راجعة مكتبة الجامعة. باي.
خبراني خبر الطول شلونك؟ اقعد ولا الا حماتك بتحبك، روح جيب اكل وتعال وعلى حسابي. يا لطيف يا لطيف، شو صاير بالدنيا؟ قبضنا الحوالي يا ابو كرفة؟ والله ايه مبروك. الله يبارك فيك، روح جيب كل ما بتشتهي نفسك، بس لا وتشد ايدك. لك شبك؟ هي فهد شبك مسهل؟ ابتسمت لي. مين هي؟ سلافتهم. ليش وين شفتها لسلافتهم؟ مكتبة كليتكم. وشو اخذك على مكتب كليتنا؟ هلا تركنا من اسئلتك ولو عم بقول لك ابتسمت لي. ايه شو مذنب هالي ابتسم لك؟ عم تتمقلص؟ شو قوم وارقص لك مثلا اذا سلافه ابتسمت لك؟ لك يا اجدب هي اسمها بداية. ما بيقولوا نظرة فابتسامة فكلام، وهي نظرت لي وابتسمت لي وراح يصير بيني وبينها احلى كلام. يا سيدي انا ما بعرف ليش هيك يوم عن يوم عم بكتشف انك ذكي خطير. ما صار بيناتكم كلام من زمان، صار في كلام ونثر وشعر، بس ما صار في سلام، صار في حرب بالشعر. روح اطلب اكل وتعال احسن ما تبات الليله جوعان. يلا خلصنا يا حبيب قلبي. بقى هي القصة كلها. كريم كان مفكر أجل مشروع زواجكم مشاني أنا لأني مريض، بس طبعا أنا ما برضى بهالشي نهائيا، ما بقبل تأجلوا هذا المشروع أبدا. ما بعرف شو بدي أقول لك، يعني أنا فرحانة وزعلانة بنفس الوقت. أنا مو ضروري تقولي شي، بعدين أنا مو مهم، المهم أخي كريم. هلا لازم تروحي لعنده على العيادة وتزيلوا سوء التفاهم اللي صار. لو كنت عرفت إنه بدي أجل الزواج من شانك ما كنت شكيت فيه، على القليل ما كان خيالي راح لبعيد. وكمان هذا مو مهم، المهم إنك عرفتي إنه ما له علاقة بحدا غيرك. أنا هلا راح أتصل فيه بالعيادة، بجوز دوامه قرب يخلص. الو علي سعد. لا منيح، ما عندي شيء. خير؟ انت منين عم تحكي؟ ايه لا دوامي خالص. هلا بيجيك. لا فورا ما عندي شيء، رح اسكر العياده ويجي فورا. يلا الله معك، مع السلامه. مرحبا. أهلين كريم، عم تدور على سعد ما هيك؟ ايه صح، المفروض لاقيه هون. تلاقيتني أنا. اقعد كريم، أنا رح أشرح لك شو اللي صار. ما بدي شرح، بعتقد صارت واضحة. سعد كان هون وحكى لك كل شيء، ما هيك والله؟ وين رايحة؟ ماما يمكن يكون سعد. سعد ولا غيره؟ فوتي لغرفتي. شو هاد؟ ما تفتحوا الباب؟ مبسوطين والجرس عم بيرن؟ ماما ما بدها تفتح الباب. ليش؟ فوتي لغرفتك. ليش عم تصرخي بوجه البنت؟ بعدين ما تفتحي الباب؟ لأني بعرف مين على الباب ومالي ناوي افتح. مين على الباب؟ سعد. وليش ما فتحي الباب؟ ما تفتحي له؟ لأني ما بدي افتح له ولا لي ناوي استقبله ببيتي. ولك ليش؟ تعال لفهمك. كيف بدك يعني يفكر بحالي؟ كيف بدك يعني يفتح بيت وجهز وافرش واخي مريض؟ في حدا بالعالم يقدر يعمل هيك شيء؟ لا طبعا معك حق كريم، بس كان لازم تقلي. ما قدرت. أنا بصراحة احترمت رغبة أخي سعد، ما بده حدا من الأهل يعرف، وخصوصي أمي.
بتعرفي يا امي اذا خبرت هي الخبريه شو بصير فيها؟ كريم، أنا بحبك، بعرف هالشي. فخورة فيك. شوفي انا ما بدي اياكي لا تحبيني ولا تفخري فيني، بدي اياكي توثقي فيني بس، لانه انا عندي حب وفخر فيكي فظيع جدا لاني ما بقدر اعيش بدونك. معقول شاب بأول عمره مليان قوة وحيوية بده ينتهي فجأة، بده يموت؟ أنا ما رح أترك سعد، شو ما صار رح ضل واقفة جنبه. وأنا كمان، نحن لا يمكن نتخلى عن سعد. وانت كمان؟ ليش انت شو علاقتك بالموضوع؟ سعد صديقي وأستاذي كمان. تفضلوا روحوا على غرفكم، خلينا نحل هالمشكلة أنا وأبوكم. خليكم بابا، عدوا. تفضلي. سعد إنسان حساس ومحبوب من الكل، وأنا كمان بحبه مثل ما بحب سمر ومنير. ومصلحة بنتك ما فكرت فيها؟ ماما، ماما لا تكوني قاسية وقلبك حجر، حرام عليكي، هو شو ذنبه؟ فوق مرضه بدنا نقول له ما بدنا إياك لأنك مريض، ما بدنا نحبك. مشاعر الحب هالبساطة عندكم. أنا كمان أم، أنا قلبي مو حجر مثل ما لكم مفكرين. الله يكون بعون أمه ويصبرها. أمه ما معها خبر، ولازم هالخبر ما يوصلها، هيك سعد طلب مني. طيب ماما، روحوا لغرفكم، خليني لاقي حل أنا وأبوكم لهالموضوع. يلا حبيباتي. أبو منير، اسمعني منيح وفهم علي شو بدي أحكي. أهلا وسهلا. مرحبا. تفضلي يا أهلين. كيفك سعد؟ أهلا وسهلا. شو أخبارك؟ سلافة هون؟ إيه هون. شبك ما عرفتني؟ أهلين أمل. كيفك؟ شو ما عرفتها؟ أنا آسف بس متغيرة علي شوي. ايه حليانة زيادة عن اللزوم، فوتي. كيفك؟ تمام؟ كيف وجهك؟ أهلين أمل. يا هلا أهلين أهلين. تفضلي ارتاحي. شو حبيبي خير؟ شايفتك راجع بكير. وجعني راسي ما قدرت اكمل شغل. سلامتك تقبرني، ساوي لك شيء؟ هلا باخذ حبه ماما. شو وين امل؟ قال راحت لعند اخوها وبعدين بدها تزور رفيقتها. ايه مزبوط، قالت لي الحكي. ماما، يعني كمان امل بشر، وانا وياها ما كثير الامور ظابطه بيناتنا، يعني ما بنقدر نحبسها بالبيت. ليش شو في بينك وبينها؟ خلص ماما، بلا لك هالشغله، هلا مو ضروري توجعي راسك بقصتنا.